السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله مرحبا بكم في قناه براءه. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه ولذيذه بزاف. غادي نقدم لكم ان شاء الله البسطيله اللي كتجي مالحه بالورقه ديال الدار وبنكهه السمك يعني بمكونات بسيطه واقتصاديه موجوده في اي بيت. مهم الطريقه غادي تكون سهله ومبسطه. ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير في باقي الفيديو. وما تنساوش الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، وضغطوا على زر الاشتراك ابوني باش توصلوا بكل جديد. عندي هنايا واحد شويه ديال العدد مقطعه هكايا طريفات. عندي واحد البصيله كبيره اللي شلطتها هكا، وعندي واحد الفلفله حمراء كانت عندي في الفريغو حتى هي قطعتها، حتى هي مقطعه طريفات رقاق. وعندي هنايا الفرماج احمر، عندي شويه الزيتون حتى هو. المهم عندي هاد الشعريه هذه ما غنستعملهاش كامله، نستعمل غير النص ديالها. وعندي هنا واحد شويه الحوت كان بقى ليا، خديت الحوت هكا على حسب درتو في الطاجين وبقاو لي هاد الطريفات، وبغيت باش نديرهم غير باش يجي هكا المذاق ديال الحوت وصافي. المهم هاد شي واحد جوج طريفات ديال الروكان وشويه ديال الميرنا، طريفات صغار وصافي. الا ماشي بالضروره يكونوا، انا ديما كندير غير هادو البصله ومطيشه والطامه ديال الحوت وكيجي زوين، وحك ديال الثوم كيجي زوين صافي. غادي ندير معاهم واحد الورقه سيدنا موسى وشويه ديال الملحه ونديرهم يتفوروا واحد شويه. ملي كتكون كميه الحوت كبيره كنديروه في الفران، ولكن بما انها كميه قليله غادي نديروه في يتفور غير شويه. واحد المقيله درت فيها شويه ديال القزبر ومعدنوس، واحد جوج دروس ديال الثومه حكيتهم، واحد العصيره ديال الحامض، معلقه صغيره ديال الكمون، وراس معلقه ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال هذا سكينجبير. وغادي ندير الملحه، ما غاديش ندير الملحه بزاف، غير شويه حتى للتالي ونذوق صافي. وغادي ندير واحد الطامه ديال الحوت اللي نفرتتها. اللي كيبغي يدير الحامض مصير يديرو، انا ما كنديروش. والهريسه حتى هي ما غاديش نديرها، المهم غادي تضيفوها حتى هي، اللي غيبغي يديرها غيديرها، ما غاديش نديرها كما عارفين على حساب هكا الوليدات الصغار. وبالنسبه لي حتى انا على حسب الرضاعه ما كنبغيش ناخذ الحاره بزاف صافي. وغادي ندير زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معالق كبار، وغادي ندير واحد شويه ديال زيت نباتيه صافي. وغادي نرد هادشي يتشحر على نار مهيله صافي. الحوت ها هو درتو فوق الكسكاس، غير في الكاسرونه هكا كيفور. وحتى هاد الشرموله غادي نشحرها غير واحد شويه، نضيف لها واحد شويه ديال الماء ضفت لها شويه د الماء باش ما تحرقش. وغادي نبقى هكا كنشحرها باش عاد غادي نضيف المكونات الاخرى. هاد الماء هذا البنات اللي غادي نفور فيه الحوت هو اللي غادي نسلق فيه الشعريه الثانيه، باش هكا كيبقى المذاق ديال الحوت هكا مركز شويه، واخا كميه قليله راه كيعطي مذاق زوين. المهم بالنسبه للشرموله ها هي بدات كتغلي. نسيت ما قلت لكمش راه درت واحد الورقه ديال موسى صافي. وغادي نضيف هذيك البصيله، ما كتجيش كاع باينه، المهم كيجي مذاقها زوين. انا كندير عاده هكا
ما كنديرش الحوت. غير اليوم درت الطريفات ديال الحوت كندير هكا، وكندير حك ديال الثوم كيجي مذاقها زوين. صافي وغادي نضيف هذيك الفليفله الحمراء اللي قطعتها هكا الطريفات. الا كانت عندكم فلفله صفراء وضيفوها، انا عندي هذيك الخضراء ما كتعجبنيش، كتجي مذاقها مجهد بزاف. صافي غادي نخلي هادشي يتشحر شويه عاد باش غادي نضيف الطريفات ديال لادان. صافي بعد ما تشحرات ليا هاد الفليفله مع البصيله، غادي نزيد دوك الطريفات ديال لادان وغادي نخليهم هكا كيتشحروا حتى هما ويطيبوا. وها هي هذه الحشوه ديالي واجده. بعد ما كطيب ليا الحشوه كنزيد هكا واحد شويه ديال الزيتون. المهم نتوما تضيفوا اللي بغيتو، انا زدت واحد شويه ديال الزيتون مقطع طريفات. وغادي ندوز باش غادي نصفي داك الماء. هنايا درت واحد شويه ديال التحميره وشويه ديال الملحه. غادي نحيد داك الحوت نخليه حتى يبرد باش عاد نقطعو. وغادي ناخذ هذاك الماء اللي تسلق فيه الحوت غادي نديرو هنايا، ندير عليه ديك الشعريه. المهم انايا خديت غير جوج، نخويه كامل ونخليها ترطب غير واحد شويه ونحيدها باش ما كتوليش جاريه. ودرت هذيك التحميره باش هكا كتاخذ داك اللون محمر وزوين. صافي هانتوما البنات هذوك الطريفات ديال الحوت نقيتهم، حيت منهم هذا، حيت منهم الا كان فيهم شي شوك ولا شي حاجه. صافي وخليتهم هكا ما غنضيفهمش للحشوه، غنخليهم هكا ما ندير لهم لا توابل لا والو. انا كيعجبني في البسطيله ديال الحوت ما نديرش في الحوت نهائيا التوابل باش كيبقى محافظ على المذاق ديالو. واخا هاد الكميه قليله، مهم كميه قليله. غادي ندير هنايا داك الشعريه، ها هي بعد ما قطعتها هي كيفاش كتجي، ما كنخليهاش كاع تسلق بزاف في الماء. غادي نضيف لها واحد شويه ديال الزبده، غادي نزيد لها واحد شويه ديال الزبده. هي خصني نزيدها لها ملي كانت سخونه، ولكن ماشي مشكل حتى دابا راه غادي هذا غادي تذوب مع الحشوه. درت نص باكيه ديال 250 غرام، نص باكيه. غادي نضيف هذيك الحشوه ديالي طريفه ديال لاداند. خلاص راكم كتذوقوا الا جاتكم مسوسه ولا شي حاجه. الا جاتكم مسوسه ولا شي حاجه راكم كتعاودوا تزيدوا العطريه، كتعاودوا تزيدوا الملحه. صافي غادي نخلط هاد الحشوه ديالي مزيان. غادي نزيد واحد شويه د الملحه، لقيتها مسوسه شويه. صافي وغادي نزيد واحد شويه ديال الفرماج. غير واحد شويه، مازال غندير داك الفرماج ديال فرماج مثلث. فيه شويه التزيين. صافي وغادي نخلط غادي نخلط ونخلي هاد الحشوه حتى تبرد. وغادي ندوز باش نصايب الورقه. غادي نصايب الورقه غير في الدار، طريقه بسيطه وكتجي زوينه. خليكم معايا. بالنسبه للورقه ديال هذا الورقه ديال البسطيله، نفس الزلافه اللي غادي نعبروا بها الفرص هي اللي غادي نعبروا بها الماء بشكل متساوي. يعني هنايا عندي واحد الزلافه ديال الفرص، انا غادي ندير جوج من هذه وغادي ندير جوج منها ديال الماء، يعني قد غادي ندير هذه وغادي نعاود نزيد واحده اخرى. نفس العبار، وغادي نعاود نعبر بها هي نيت الماء.
الماء يكون دافي. صافي، هذه هي الورقه ديالنا. وغادي ندير واحد المعلقه ديال النشا كيخليها تماسك وما كيخليش الورقه تقطع لنا بسهوله. غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه. صافي، وغادي نطحن هادشي مزيان، غنطحنو مزيان وغادي نصفيه. صافي، بعد ما كنطحن هذا الخليط ديالي مزيان غادي نديرو فواحد الصفايه ونصفيه غير باش نتاكد ان ما كاين حتى شي كويرات ولا شي حاجه بحال هكا. هانتوما هو الشكل ديال القوام ديال العجينه كيفاش دايره. وغادي نبقى كنصفيها هكا. هاد الصفايه بقى معاها بشويه حتى كينزل هادشي هكا. كتكون شويه هكا ثقيله بحال الشكل ديال البغرير. صافي، غادي نصفيها كامله ونخليها ترتاح تقريبا واحد 10 ديال الدقائق عاد باش نبدا نطيبها. ثم انا صفيتها كامله، ما بقات حتى شي حاجه. صافي، وغادي نخلي هاد العجينه ديالي ترتاح. صافي، هانتوما البنات كندير هاد الطنجره هادي هكا فيها الماء، وكندير واحد المقله اللي كتكون ما كتلصقش بحال هكا، كنحطها من الفوق منها. كنوجد واحد البلاستيك فين غادي نحط الورقه ملي غنصايبها بحال هكا، والزيت باش غادي ندهن باش ما تلاصقش ليا، وغادي نبدا نطيب فيها ان شاء الله. كنبقاو ناخذ هكا هذه الشيته نبقاو ندهنو. تبان شي بلاصه هكا معريه ولا شي حاجه نعاودو ندهنوها هكايا. هانتوما البنات راه غير كتبدا طيب، راه كتبدا تقلع راسها، كتطلع هاد الجناب غير كيطلعوا هاد الجناب كتبدا تقلع راسها بكل سهوله. صافي البنات، غادي نكمل هذا الورقه اللي عندي، الكميه ديال العجينه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. الورقه كتجي زوينه ومقرمشه. كنصحكم انكم تجربوها. بالنسبه هكا الناس اللي كيكونوا على برا ما عندهمش منين يجيبوا الورقه ديال البسطيله، او الناس اللي بعاد عليهم بحال دابا انا الا تشهيت البسطيله ولا شي حاجه خصني في المدينه فين ساكنه خصني نمشي عندها نكومونديها، وقليل فين كتلقايها واجده. صافي، غادي نكمل الوريقات ديالي ونحطهم في البلاستيك باش هكا كنحافظ على الطراوه ديالهم. ندهن المقله، انا درت في هذه المقله ديال وجده غادي ندهنها، وغادي ندير غادي نبدا نحط نستف الوريقات ديالي. الورقه عندي غير صغيره حيتاش المقله ما كبيراش بزاف، عندي غير صغيره، وكندهن غير بالزيت. انا ما كنديرش الزبده باش كتجينا هكا الورقه مقرمشه. جربوها غير بالزيت غادي تعطيكم واحد النتيجه زوينه. كتجي بحال الا مقليه في سميتو في الزيت، وكتجي مقرمشه وزوينه. ما كنسدهاش بالبيض. عندي مشكل مع داك البيض، ديما الزفوره ديالو كتبقى باينه ليا هكا في البسطيله. وصافي، وغادي نسدها ونديرها كما كنعرف. غادي نسدها ونمونطيها كما كنديروا البسطيله العاديه. غادي نحط دوك الطريفات ديال الحوت هكا من الفوق باش كيبقاو باينين. كيبقاو هكا باينين وكيجيو عاطين المذاق. وغادي ندير الفرماج. كان ما بقاش ليا الفرماج الاحمر،
غادي ندير غير هذا ديال لافاش كيري بنكهه ديال الفرماج الاحمر. غادي ناخذو نقطعو هكا طريفات، وغادي ندير شويه ديال الموتزاريلا، غير شويه ماشي بزاف. مهم هادشي كيبقى اختياري. وكذلك غادي نخلي داك شويه ديال العماره على وديت واحد جوج وريقات بقاو ليا باش ما يضيعوش هكاك صافي. وغادي نسدها بالشكل التقليدي اللي كنعرفو كاملين، وغادي نبقاو كنزيرو عليها هكايا. دهنتها غير بالزيت، وغادي نعاود نلمطها مزيان هكا بالوريقات. ما بغيتش نكتر الورقه باش ما تجينيش هكا معامره ورقه. وصدقوني يا البنات والله الا هاد الورقه كتجي مقرمشه وزوينه، غير خاصكم تتبعوا الطريقه كيف ما وريتكم وغادي تنجح لكم ان شاء الله. غير هي واحد الحاجه ما كيصلحش تحتفظي بها في المجمد، صافي كتضيع اون فوا كتدخل الفريغو كتخرج كتبقى كلها كتطرطق وكتقطع صافي. غادي ندهن هكا البسطيله ديالي بسميتو بشويه ديال الزيت، وغادي ندخلها للفران على نار مهيله من الفوق حتى كطيب. نسيت ما قلت لكمش انا تقبتها شويه من الفوق بواحد الكوردون باش هكا ما تطرطقش ليا. كتجي وزينتها هكا بشويه الفرماج من الفوق صافي. وقدمتها بالصحه والراحه. مهم من الاشياء بسيطه كيف ما كنقول لكم دائما نوجدوا الحاجات اللي كنتشهاوهم، ماشي بالضروره يكون عندنا واحد الكميه ديال الحوت كبيره باش اننا نوجدوا. وتقدروا تستغناو على داك الحوت كاع وديروا الطون كيجي زوين بزاف. مهم نتمنى ان هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وفعلا كيجي المذاق ديالها زوين وقريبه تماما للبسطيله ديال الحوت. عاد انا ما درتش فيها الهريسه. هانتوما هو الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي عامره وكتجي زوينه وكتجي معلكه. تداك الفرماج كيعطيها واحد المذاق زوين بزاف. مهم نتلاقاو في وصفه جديده وفي فيديو جديد ان شاء الله. وما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، التعاليق ديالكم. الا جربتوا هذه الوصفه وعجبتكم خليوا لي التعاليق ديالكم بطبيعه الحال. وبسلامه عليكم، خليت لكم الراحه.